الموبايل ده هو الوان بلس AC3V او بالاسم التاني ليه نورد 4، واللي خلاني اجيب الموبايل وادفع فيه كل فلوسي انه جايب امكانيات فلاج شيب بسعر فئه متوسطه، وجربت عليه 4 العاب انتوا طلبتوهم: بابجي موبايل، فري فاير، كول اوف ديوتي، بوليت ايكو. مش هحرق تفاصيل الفيديو، انا طارق مجدي والنهارده هنعرف كل حاجه عن البطل ده، هبيع الموبايل بعد الفيديو وهتعرفوا كل حاجه في نهايه الفيديو ده. يلا نعمل انبوكسنج سريع. يلا، يعني العلبه ما فيهاش اي حاجه، بس بصراحه قويه واستحملت كتير بصراحه. اول حاجه العلبه دي فيها ايه؟ اول حاجه جراب طري جدا وحلو جدا، واللي عجبني اكتر ان ملمسه ناعم جدا، بص تمشي بيه كده حاجه مش طبيعيه جميله. ايه تاني في العلبه؟ تعالوا نشوف. دبوس الشريحه وشكله جميل جدا، حس كاني واحد مبتسم ليك شكله جامد قوي. ايه تاني؟ كتيب الاستخدامات بالصيني، انا ما بفهمش صيني بصراحه، فلو حد بيفهم يترجمه، يعني انا مش فاهم ايه اللي مكتوب فيه بصراحه، ما علينا. دي بقى اللي عجبتني، دي واخدينها شويه من الايفون. بص الستيكر، تشيل الستيكر ده وتركبه في اي حته انت عايزها، مش بس ستيكر الوان بلس، لا وكمان نيفر ساتل، الكلمه المشهوره بتاعتهم، والوان بلس كاسم، فحركه تحترم منهم بصراحه. مفيش حاجه تاني جوه العلبه. الطبيعي مش هتلاقي الموبايل جوه اهو، مش موجود ليه؟ لانه كان معايا لسه ماسكه اهو، ركز معايا. ماشي، ايه تحت هنا؟ نشيل دي، شكلها حلو. الشاحن ال100 واط، عارفني ان هم نازلين في الاجيال الجديده كلها بشاحن 100 واط، حاجه جميله جدا من حيث سرعه الشحن ووصله الشاحن، وسميكه جدا وكويسه تستحمل معاك. مفيش حاجه تاني جوه العلبه. نخلينا مع البطل ده. الرامة مستحيل يكون فيها متوسطة، ده أسرع من ال10 برو اللي معايا، سلس وفيه انيميشن جميل وانت بتفتحه، بيفكرني بالايفون شوية، وال120 هرتز عامل شغل عالي جدا، بتفتح وتقفل التطبيق بسموز كده، مفيش أي تعليق أو تقل، لا في الحركة ولا التنقل بين التطبيقات. بص شوف. ومع الجمال ده فهو لازم ينزل ببروسيسور قوي جدا، فهو سناب دراجون 7 بلس جين 3، ودي اول مره ينزل في موبايل، ولو مش متابع فهو حاليا نزل في الجي تي نيو 6 اس اي من ريلمي، مديني تجربه متكامله جدا بدون غلطه او تضحيه من وان بلس، ومعالج الرسوميات ادرينو 732، مفيش اي تضحيه، انت معاك موبايل متكامل وفي الالعاب حكايه. مش هتكلم كتير، تعالى شوف بنفسك. على بابجي سجل 60 فريم مع سموز لحد HDR، كنت شفت فيديو الواحد مجربه على 90 فريم، معرفش ازاي بصراحه. طيب تعالوا نجرب افضل. بتتلعب ازاي بقى يا رجاله؟ عشان كتير ما لعبتهاش. ماشي، ادي 60 فريم. لا استنى. لا استنى. مين اللي بيضرب يا جماعه؟ في حد بيتقتل، بس انا مش عارف مين. ده انا اللي بتقتل. عيب يا ولد، يعني انا بتقتل صاحبي. ايه اللي الادب دي؟ عشان لو هو مات ابقى انا في امان يعني. انت عيب والله، عيب والله، يعني تدخل منطقتنا كده وعيب والله، منظرنا وحش. بس كفايه كده بابجي، ونجرب كول اوف ديوتي برضو عامله 60 فريم. طب نجرب افضل. 60 فريم برضو. تقريبا انا ماشي ورا الواد فهو بينزل وراه تقريبا يعني. يا ابني انت النت فصل عندك ولا ايه؟ انت عندك نت؟ انت شايفني؟ هل تسمعني يا صاحبي؟ شايفني يا ابني؟ مش عارف ايه ده بصراحه. خد ولا هو ده ضدي. تضرب يا ابني يا كلب عميل، تلاقي بعد ما انا كنت هموت يعني. واكتر حاجه عجبتني الشاشه، شاشة كبيرة جدا مع حواف صغيرة جدا من الثلاث جهات، وكبيرة شوية من تحت، لذيذة جدا ومناسبة في مشاهدة الأفلام والمسلسلات. هي مقاس كبير شوية، 6.74 إنش من نوع أموليد مع مليار لون، و HDR 10 بلس بقى منتشر كتير جدا في الفئة المتوسطة. عايز أقول إنها من أفضل الشاشات كألوان وتفاصيل، لأنها 1.5K مش فول HD بلس. أفضل شاشة وأفضل موبايل متوسط بلا منافس، مع سطوع غريب شوية اتكلمت عنه قبل كده، 2150 شمعة في ظل ضوء الشمس، كنت شايف كويس وما عنديش اي مشكله. ولا ننسى التردد ال 120 هرتز، تجربه سلسه وسريعه جدا في التنقل والسكرول في التطبيقات، سريع جدا مش ملاحق عليه حرفيا. والمعتاد فتحه الكاميرا السيلفي في الوسط بقت منتشره جدا السنه دي.
عجبني الظهر بتاعه برغم انه ازاز، بس ملمسه ناعم جدا ومش بيبصم بسهوله. هو بيبصم لو ايديك بتعرق، لكن في الاوضاع الطبيعيه مش هيبصم منك. ومع لوجو الوان بلس في الوسط ومستطيل الكاميرات الغريب. ايه التصميم ده؟ حاجه كده مش مفهومه. فتحتين كاميرا وتحت الفلاش وسنسور الاضاءه، هتحس فيه انحناء خفيف شويه مع رسمه الكاميرات وده عجبني جدا. الفريم واخد كيرف خفيف من الظهر وكيرف خفيف عند الشاشه، عجبني جدا. وزنه يعتبر تقيل شويه لو متعود على الموبايلات الخفيفه، هو 200 جرام. لو متعود على الموبايلات الخفيفه هتحسه تقيل ومزعج ليك، لكن انا بالنسبه لي وزن عادي. من فوق هتلاقي مايك مكالمات واي ار بلاستر اللي هو خاصيه الريموت، بقت منتشره جدا الفتره دي وجربتها على شاشه عندي وعجبتني جدا. وفتحه ثالثه مش عارف بتاعت ايه بصراحه، لو حد متاكد يعرفني. والسماعه هتلاقيها مخفيه بلون اسود عند طراطيف الشاشه من فوق، محتاج تركز شويه عشان تشوفها. من تحت هتلاقي مايك مكالمات ومدخل شحن تايب سي ومدخل الشريحتين من نوع نانو وداعمين لل 5G، بس طبعا هنا في مصر مفيش 5G. جربته في الاتصال والمكالمات جميل جدا برغم ان المكان اللي انا فيه شبكه ضعيفه، لكن كان لاقط شبكه كويس جدا. والجميل اكتر ان في خاصيه تسجيل المكالمات. وهتلاقي فتحتين مرمين على الجنب دول بتوع السماعه، صوته واضح ونقي جدا، بس البيز واطي اللي هو الخبطه ذات نفسها مش بتسمعها. جرب بنفسك وقول لي رايك. البصمه في الشاشه وجميله جدا مع انيميشن وان بلس البطيء في الفتح، تحس الشاشه بتتحرك معاك وانت بتفتح. تعال نجرب تاني. تحس كده التطبيقات بتتسحب مره واحده. عامه اللي جرب وان بلس قبل كده فهو فاهم قصدي، وحرفيا ما لاحظتش اي تعليق فيها ولا في الفيس انلوك. سرعه جدا وتقدر تفتحه من اي اتجاه. تعال نجرب البصمه تاني مره كمان. نجرب بطرطوفه الصباع، فتح برضه حلو جدا. الاجمل من كل اللي قلته ده هو دعمه المعيار مقاومه الميه الاي بي 65، والاجمل اكتر واكتر انه واي فاي 6 وبلوتوث 5 و4 وداعم بشكل كامل ان اف سي. جربته جميل جدا، مفيش اجمد من كده، والسوفت وير خلص الحكايه. الجميل ده بيجي مع اندرويد 14 وواجهة الوان بلس الجديدة الكالر او اس 14. عجبني جدا السموز والسلاسة في الحركة. تفتح اي تطبيق تحس بيدخل جوه التطبيق بحركة بطيئة شوية، ماشي معاك شبه نظام الايفون شوية، حتى وانت بتطلع الحركة لذيذة. ومش بس كده، لا، بوشكاش بيضحي النهارده واخدين حتة من الايفون شبيهة الدايناميك ايلاند. لو عندك مكالمة او ظابط وقت، اول ما تطلع هتلاقيه ظهر فوق وخابط الساعة، تقدر تدوس عليه وترجع للمكالمة او التطبيق. ولو دوست عليه دوسة مطولة هيظهر فيه مساحة فوق لوحده شبه الايفون جدا، بس جميل حرفيا. من فوق تشد تلاقي تشابه بينه وبين السامسونج والشاومي. انا عايز اعرف مين اول واحد عملها بجد. نعومه زياده وانت بشد وكمان تشد تاني هتظهر لك كل الايقونات. كانت فين الحاجات دي من زمان؟ في حاجه لاحظتها مش عارف هتفرق معاكم ولا لا، بس في الابديت اللي ظهر لي جديد لو انك تخلي السطوع تلقائي. الزرار راح فين يا جماعه؟ ما تهزروش. هعمل ايه دلوقتي؟ قام حاطط لك الزرار جوه الدايره دي، تدوس عليها تخليه تلقائي. الكرياتيف حلو برضو، وكذلك في الصوت برضو عملوا نفس الحاجه. لو عندك اطفال اشقياء فهو عمل لك ميزه مخصوصه خاصه بيهم تخليك تتحكم في التطبيقات اللي هتظهر لهم بس، ومش هيقدروا يعملوا حاجه تاني. فما تقلقش، شغلك في امان ومش هيقدروا يمسحوه. لا 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 مش قادر، عايز اجرب تاني. الحته الجايه دي هقول لك وداعا للايفون. لو تفتكر كنت بتقدر تاخد جزء من الصوره وتحفظه كستيكر، موجود هنا يا باشا. مثلا الصوره دي هتدوس على عنصر هيتحدد وتقدر تسحبه وتحفظه عندك كستيكر. والاجمل كمان انك تقدر تشيل عنصر من الصوره شبه السامسونج. لو تفتكر في اول السنه مثلا الصوره دي عايز اشيل العنصر ده مش عاجبني، ادوس على اديت ثم اي اي اريزر، احدد العنصر واسيبه يتعامل. لا بجد جامد. طب تعال نجرب في حاجه فاتحه شويه زي دي مثلا. جامد بجد، ما توقعتش انها تظبط كده. انا هعتمد عليه بدل الفوتوشوب بعد كده. عايز اقول الاب ده مش كتير بيستخدمه، بس هيفرق معاكم جدا وانت بتنقل كل الداتا من موبايلك القديم للموبايل ده. اول حاجه بتختار الجهاز الجديد واختار الشركه وسيبه يتعامل ساعه ل3 ساعات، هتلاقي كل حاجه اتنقلت من هنا لهنا. نفس الموجود في الايفون، يقعدوا يعايرونا واحنا بننقل على طول كل حاجه. هنا برضه هتنقل كل حاجه وانت معدي. اعمل اشتراك وفعل زر الجرس تقديرا للمجهود ده، واي كلمه حلوه تشجعني احبك جدا.
عايز اقول انه بيطلع صور محترمه مع كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، والكاميرا التانية 8 ميجا بكسل الترا وايد، حاجه محترمه جدا على سعره. الوان مظبوطه، تفاصيل واضحه في اغلب الصور. اوقات بس بحس ان الالوان غامقه شويه، مش دايما عشان اكون صريح معاك. في العزل جميل بس بحس انه بيعزل من فوق بس، الجزء التحتاني مش تبعنا، يعني عزل الجسم كويس ومطلع التفاصيل واضحه. بالنسبه للارض ما عزلش قوي، يعني تحس كان عايز بس ما جاتش معاه سكه، مش شغلتنا بس بنحاول. محتاج رد من الشركه على الكلام ده، ويا ريت يكون مشكله سوفت وير وهتتحل قريب. للعلم انا مصور في عز النهار في يوم صعب جدا عشان نختبر الحراره، وكانت معقوله جدا مقارنه بال10 برو، برغم انه ما فيهوش كاميرا زوم عزيزي المشاهد، لكن بيعمل زوم من الكاميرا الاساسيه لحد كام 20 اكس، بيطلع صور محترمه لحد ال5 اكس وشويه 10 اكس، بس في المجمل حلو. واتمنى في الجيل الجديد يضيفوا كاميرا زوم عشان يبقى كده بيغطي على كل الشركات. في النايت مود حكايه، عايز اقول لكم اني مصور في اضاءه شبه منعدمه، مع كده في تفاصيل واضحه بدون نغمشه او برسله. انا ببور بيه في الحته دي، ما كانتش موجوده قبل كده بنفس الدقه دي. هتفكر يا سيدي تصور فيديو، فهو جميل جدا، بيصور 4K 30 فريم وفيه مثبت بصري. كنت عايز اجربه بس بصراحه الفيديو باظ ومسحته، وما لحقتش انزل واسجل واحد تاني، فهكتفي بالتصوير جوه. وقولوا لي رايكم. انا عاجبني الالوان ومطلع تفاصيل حلوه بصراحه. في ميزه جامده جدا انك تقدر تصور بالكاميرا الخلفيه والسيلفي مع بعض، وده جميل جدا، وخصوصا لو انت بتنزل ايفنتات او مؤتمرات او بتصور حاجات وانت في الشارع. في ميزه غريبه شويه انك تقدر تعمل صوره للبطاقه وانت في مكانك، تصور نفسك، بياخد وقت شويه وبيفرغ الخلفيه. انا جربته وهو مقبول وحلو بصراحه. ولو عايز تظبطه اكتر واكتر خلي ورق الحيطه بلون ساده، هيظبط معاك جدا وهيطلع الصوره مظبوطه كانك متصور في البطاقه او السي في. وفي بديل السينماتيك مود، ده حلو وهيساعدك جدا لو بتصور افلام قصيره. عمك ده حلو في السيلفي مع كاميرا 16 ميجا بكسل، موضح تفاصيل الوش كويس، وحتى مع العزل كان كويس جدا. اوقات بيشيل اجزاء بسيطه من الدقن والشعر لكن مش مأثر على الصوره قوي، ده في اضاءه الغرفه. لكن في الضوء المتوسط بيطلع تفاصيل الوش ويعزل حلو وموضح تفاصيل الشعر. اوقات بيفصل لما يكون لون الوش قريب من الخلفيه، العزل مش اللي هو، يعني تلاقي حاجات باينه خفيفه شويه. في ضوء الشمس عجبني بصراحه، كان قادر يوضح تفاصيل الوش والشعر، بس ما كانش الافضل في العزل. قدر يعزل الوش عدا منطقه الدقن، كان واكلها شويه، تحس حلق دقني. عايز اقول ان الصوره دي مش طبيعيه. تخيل في درجه حراره عاليه جدا وفي عز النهار وضوء الشمس الشديد، كان موضح وشي جدا ومطلع تفاصيل محترمه، وحتى مع العزل محترم جدا. انا هحتفظ بالصوره دي عندي، حبيتها جدا، يمكن ابعتها لوان بلس ينبهروا بيا. ولو فكرت تصور فيديو فهو 1080 30 فريم، مقبول في التفاصيل والعزل، ثابت وكويس بالنسبه لسعره، لكن مش زي الفلاج شيب طبعا. ومع اضاءه الشمس برسل شويه لكن وشي كان واضح. في موبايلات تانية اول ما تصور في اضاءه الشمس تلاقي وشك ابيض جامد ومبقاش فيه تفاصيل. البطارية محترمة جدا، ك 5500 ملي امبير، كملت معايا يومين استخدام متوسط، وده كويس جدا. هيكون افضل لشخص استخدامه متوسط تصفح مكالمات مشاهدة. مع شاحن 100 واط بيشحن في المتوسط من نص ساعة ل 35 دقيقة. اهم حاجة تكون قافل الموبايل، لان في اختبار البطارية لمدة اطول، وده طبيعي مع تشغيل الموبايل. عايز اقول ان شحنته امبارح بالليل لحد 100%، والنهارده صحيت لقيته 100% برضه. يعني الوان بلس لما بشحنه بالليل بينقص 5% لحد الصبح، ده زي ما هو نفس النسبة. انا مش متخيل ان ده بجد بيحصل. انا كنت مبهور بالايفون عشان النقطه دي، بقى موجود دلوقتي في الوان بلس. ففي المجمل تجربه طويله وجميله جدا. النسخة دي 12 مع 256 جيجا، تكفي احتياجي الطبيعي، ولكن لو هتصور فيديوز كتيرة خصوصا ال 4K هتحتاج نسخة ال 512 عشان تكفي شغلك. معاك كمان نسختين، نسخة ال 12 مع 512 و 16 مع 512. الرامات هنا بتيجي بأعلى تردد 4200 ميجا هرتز، ومساحة التخزين بأعلى نوع متوفر ال UFS 4. ولا مفيش كارت ميموري، مش هتحتاجه، انت معاك مساحة كبيرة. باختصار عجبني الوان الكاميرا والتفاصيل، الشاشه في التردد والدقه والالوان، الواجهه الجديده، مقاومه المياه، شاحن 100 واط مع بطاريه كبيره جدا، الاداء العام والالعاب، وجود الاي ار بلاستر، وضوح الصوت ونقائه، الكاميرا السيلفي اتطورت كتير عن الاجيال اللي فاتت. ما عجبنيش انه ما فيهوش كاميرا زوم، الكاميرا الخلفيه في بعض الصور مش بتعزل كويس، مفيش بيز واضح في الصوت، الموبايل كبير وده مضايقني لكن ممكن يعجبك. مفيش تصوير 4K في الكاميرا السيلفي، اتمنى ينزلوه في الجيل الجديد. عايز
عايز اقول ان الموبايل ده حلو ومتكامل جدا وافضل موبايل متوسط هتمسكه وهتجربه بالنسبه لسعره، انصح بيه، بس خلي بالك من العيوب اللي وضحتها فوق، تفرق كتير بين المستخدم والتاني. الموبايل ده هبيعه وبكره هنزل السعر على المنتدى، اللي حابب يشتريه في نطاق القاهره والجيزه. لو لقيت عدد طالبه هعمل لايف خلال يومين وهتعرفوا ميعاده قبلها. هعمل قرعه عشوائيه قدامكم في اللايف عشان ما يكونش فيه ظلم ولا تحيز لحد. اكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده، خد مني اسبوع متواصل ما كنتش لاقي وقت انام. وما تنساش كمان تنورني على ال4 منصات، فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، عشان نكون اسره مع بعضينا واكبر اكتر واكتر وابتدي اوزع هدايا بنفسي. اتمنى قريب ان شاء الله. دمتم بخير دائما. سلام.